أهلا بيكم من جديد. النهاردة هنحكي عن واحدة من أهم القصص في تاريخ البشرية كلها، مش بس في تاريخ مصر القديمة. دي قصة حب وخيانة وصراع بين الشر والخير. الأسطورة اللي بنتكلم عنها هي أسطورة إيزيس وأوزوريس. أبطال القصة 4 إخوات، إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. أوزوريس بيعتبر الابن الأكبر والمختار، واللي بيمثل الماعت أو العدل. هو اللي مقدر ليه إنه يحكم الأرض ويجلب الحضارة. لما أوزوريس مسك الحكم كانت مصر لسه في بدايتها، مجرد قبائل بدائية. هو اللي حول الفوضى دي لجنة. أوزوريس كان إله حكيم ولطيف، هو اللي علم المصريين الزراعة وإزاي يحرسوا الأرض وإزاي يزرعوا القمح والشعير ويحصدوا المحصول. وهو كمان اللي علمهم الصناعة وإزاي يعملوا أدوات من النحاس ويبنوا بيوت بدل الأكواخ. والأهم من كده هو اللي حط القوانين اللي هتجمعهم وتخليهم يعيشوا بسلام. عهد أوزوريس كان العصر الذهبي، وجنبه كانت زوجته وأخته التوأم إيزيس. دي مش بس ملكة، دي سيدة السحر العظيم. إيزيس كانت بتمثل الأمومة والوفاء والسحر اللي بيحمي النظام. الحب اللي كان بيربط إيزيس وأوزوريس كان هو أساس الاستقرار والخير اللي بيعم على مصر كلها. وعلى الجنب التاني ست كان بيمثل الفوضى والقوى الجامحة، إله الصحراء القاحلة والعواصف المدمرة والغيرة والحسد. ست كان شايف حكم أخوه إهانة شخصية، وكان شايف نفسه أحق بالعرش، وده لأنه كان بيمتلك قوة جسدية أكبر. ده غير إن أوزوريس كان بيميل للحكمة واللطف. الغيرة دي اتحولت لحقد اسود. ست ما كانش عايز بس يحكم، لا كان عايز كمان يشيل اي اثر للماعت اللي زرعها اوزوريس. وبسرية تامة ست بدأ يخطط وجمع 70 متآمر من اتباعه، وكانوا كلهم كائنات شريرة او آلهة صغيرة غيرانة من اوزوريس. ست صنع تابوت فاخر مزين بالذهب والاحجار الكريمة، لكن كان متفصل بالملي على جسم اوزوريس بحيث محدش يدخله غيره. وبعد كده عمل حفلة كبيرة ودعا كل الآلهة والنبلاء وقال لهم بنبرة مليانة خبز: هديتي العظيمة دي هتكون للي جسمه يملى التابوت بالظبط. وكلهم جربوا لحد ما جه دور اوزوريس، وبكل براءة وثقة اوزوريس دخل التابوت ونام فيه وقال لهم بالفعل ده مناسب ليا تماما. وفي اللحظة دي هجم ست واللي معاه وقفلوا عليه التابوت ورموه في النيل عشان الطيار ياخده للبحر ويختفي. الماعت انهارت وست قعد على العرش وبدأ عصر الفوضى والخراب. إيزيس حزنها ما كانش يتوصف، لكنها ما سابتش نفسها للحزن وقلعت لبسها الملكي ولبست ملابس الحداد، وبدأت رحلة البحث المستحيلة عن جوزها. وأخيرا عرفت إن التابوت وصل مدينة بيبلس، ودي مدينة حاليا في لبنان، بعد ما قطع آلاف الأميال في البحر المتوسط. الموج رمى التابوت على الشط، وهناك ظهرت شجرة ضخمة ضمت التابوت بين جذوعها لدرجة إنه بقى جزء منها. ملك بيبلس انبهر بضخامة الشجرة وريحتها الجميلة، وأمر بقطعها ونحتها العمود كبير يدعم سقف القصر. إيزيس وصلت مدينة بيبلس في شكل امرأة عجوز بسيطة، وبلمسة من سحرها عملت تسريحة شعر جميلة لخادمات الملك. ده غير إنها ادت للخادمات ريحة عطرها السحري. انبهرت الملكة وطلبت مقابلة إيزيس وعينتها مرضعة لابنها. إيزيس قضت وقت طويل في القصر، وفي ليلة كشفت سرها للملكة وطلبت من الملكة طلب غريب، لكن الملكة وافقت إنها تديها عمود القصر الخشبي. إيزيس شقت خشب العمود بحذر وطلعت التابوت المقدس من جواه، وبسرية تم رجعت التابوت لمصر وخبته في مستنقعات الدلتا. وفي ليلة ست كان بيصطاد في الدلتا والقمر كان مكتمل واكتشف التابوت، ومن شدة غضبه كسر التابوت وقطع جسم أوزوريس ل 14 قطعة ورمى كل قطعة في إقليم مختلف من أقاليم مصر. بس إيزيس ما استسلمتش وبدأت تجمع جسم أوزوريس، وده بمساعدة أختها نفتيس واللي كانت زوجة ست. وبدأوا يجمعوا أجزاء أوزوريس، وكل قطعة كانوا بيلاقوها إيزيس كانت بتعمل لها طقس مخصوص وتضمها لباقي الجسم لحد ما لقت كل أجزاء الجسم. هنا دخل أنوبيس إله التحنيط، وبمساعدة تحوت إله الحكمة والسحر قاموا بأول عملية تحنيط في التاريخ. وعن طريق سحر إيزيس نفخت الروح في جسم أوزوريس لفترة قصيرة، والفترة دي كانت كفاية إنها تحمل منه في ابنها والوريث الشرعي للعرش الإله حورس. وبعد ولادة حورس أوزوريس طلع لمكانة أعظم، وأسمى أوزوريس أصبح إله العالم السفلي وحاكم مملكة الأموات. هو اللي بيحكم وبيترأس في محكمة الآخرة وبيقرر مصير كل روح بتموت. وبكده أسطورة أوزوريس بقت أساس إيمان المصريين كلهم بالبعث والحياة الأبدية. إيزيس خبت ابنها حورس في الدلتا في منطقة سرية، وقضت إيزيس سنين طويلة وهي بتحميه من ست. ولما حورس كبر طلب العرش اللي اتسرق من أبوه، وبدأ صراعه الطويل مع عمه ست. الصراع ده كان خليط من محاكمات الآلهة والمعارك الجسدية العنيفة، وكان ست وحورس بيقدموا حجاجهم قدام محكمة الآلهة اللي بيرأسها رع، وفي نفس الوقت كانوا بيتقابلوا في معارك ضخمة. وفي النهاية حكمت محكمة الآلهة إن حورس هو الوريث الشرعي وإنه لازم يحكم، وبدأ عهد
جديد من الاستقرار، ورجعت الماعز تسيطر على مصر.